صايع عملية وخطيرة، مش عارفة انا ازاي ما جبتهاش من زمان، وتستاهل كل جنيه هيدفع فيها. من الحاجات المهمة قوي اللي هتنفعك جدا في المطبخ المضرب بتاع النسكافيه والبيض اللي انا جبته براند راف، معاه ضمان 3 سنين. بيكون معاه غيارين، مضرب للبيض او للكريم شانتيه. المضرب فيه 3 سرعات، وخلي بالكم عشان السرعات بتاعته قوية جدا. لما تيجوا تضربوا البيض اعملوا في الاول على السرعة الاولى، وفي حاجة تكون غويطة عشان ما يبهدلكوش الدنيا. تاني غيار هو مضرب النسكافيه اللي هيعمل لك احلى فوم ممكن تتخيليه للنسكافيه. المضرب بيتشحن بيو اس بي، يعني ولا هتحتاجي حجاره ولا هتحتاجي تحطيه في الكهرباء. علب التلاجة اللي بالمصفى دي طلعت خطيره، لان هي بتكون محكمه الغلق جدا، فبتحافظ على الخضار والفاكهه فتره اطول، لان ما بيدخلهاش اي رطوبه. طبعا اي بواقي ميه هتتصفى في العلبه من تحت، ففكره المصفى حلوه جدا. طقم العلب بيبقى 3 مقاسات، الكواليتي بتاعتهم خطيره والله يا جماعه. كلموني بقى عن شياكه وحلاوه الاطباق الجولد وجمالها في التقديم. لو حطينا فيها اي حاجه شكلها هيبقى خطير، وفي منها اكتر من مقاس. المج ده من اشيك وارخص المجات اللي ممكن تجيبوها للايس كوفي والعصاير، وكمان حجمه كبير، بيبقى معاه غطا خشب وشاليه. صايع عملية وخطيرة، مش عارفة انا ازاي ما جبتهاش من زمان، وتستاهل كل جنيه هيدفع فيها. من الحاجات المهمة قوي اللي هتنفعك جدا في المطبخ المضرب بتاع النسكافيه والبيض اللي انا جبته براند راف، معاه ضمان 3 سنين. بيكون معاه غيارين، مضرب للبيض او للكريم شانتيه. المضرب فيه 3 سرعات، وخلي بالكم عشان السرعات بتاعته قوية جدا. لما تيجوا تضربوا البيض اعملوا في الاول على السرعة الاولى، وفي حاجة تكون غويطة عشان ما يبهدلكوش الدنيا. تاني غيار هو مضرب النسكافيه اللي هيعمل لك احلى فوم ممكن تتخيليه للنسكافيه. المضرب بيتشحن بيو اس بي، يعني ولا هتحتاجي حجاره ولا هتحتاجي تحطيه في الكهرباء. علب التلاجة اللي بالمصفى دي طلعت خطيره، لان هي بتكون محكمه الغلق جدا، فبتحافظ على الخضار والفاكهه فتره اطول، لان ما بيدخلهاش اي رطوبه. طبعا اي بواقي ميه هتتصفى في العلبه من تحت، ففكره المصفى حلوه جدا. طقم العلب بيبقى 3 مقاسات، الكواليتي بتاعتهم خطيره والله يا جماعه. كلموني بقى عن شياكه وحلاوه الاطباق الجولد وجمالها في التقديم. لو حطينا فيها اي حاجه شكلها هيبقى خطير، وفي منها اكتر من مقاس. المج ده من اشيك وارخص المجات اللي ممكن تجيبوها للايس كوفي والعصاير، وكمان حجمه كبير، بيبقى معاه غطا خشب وشاليه. صايع عملية وخطيرة، مش عارفة انا ازاي ما جبتهاش من زمان، وتستاهل كل جنيه هيدفع فيها. من الحاجات المهمة قوي اللي هتنفعك جدا في المطبخ المضرب بتاع النسكافيه والبيض اللي انا جبته براند راف، معاه ضمان 3 سنين. بيكون معاه غيارين، مضرب للبيض او للكريم شانتيه. المضرب فيه 3 سرعات، وخلي بالكم عشان السرعات بتاعته قوية جدا. لما تيجوا تضربوا البيض اعملوا في الاول على السرعة الاولى، وفي حاجة تكون غويطة عشان ما يبهدلكوش الدنيا. تاني غيار هو مضرب النسكافيه اللي هيعمل لك احلى فوم ممكن تتخيليه للنسكافيه. المضرب بيتشحن بيو اس بي، يعني ولا هتحتاجي حجاره ولا هتحتاجي تحطيه في الكهرباء. علب التلاجة اللي بالمصفى دي طلعت خطيره، لان هي بتكون محكمه الغلق جدا، فبتحافظ على الخضار والفاكهه فتره اطول، لان ما بيدخلهاش اي رطوبه. طبعا اي بواقي ميه هتتصفى في العلبه من تحت، ففكره المصفى حلوه جدا. طقم العلب بيبقى 3 مقاسات، الكواليتي بتاعتهم خطيره والله يا جماعه. كلموني بقى عن